ازيكم عاملين ايه؟ انا اريج والنهارده عندنا ضيف جديد في الكادر. انا كان عندي مكتبه زمان. الاول كانت مناسبه جدا ليا، بعد كده بدات اجيب كتب اكتر فما بقاش في مساحه، فكنت بقلل السبيس على قد ما اقدر لحد ما خلاص المكتبه كانت بتوفر فلو من كتر الكتب اللي فيها، فكنت محتاجه ابجريد المكتبه لمساحه اكبر شويه تقدر تشيل عدد الكتب اللي انا عماله اخزن فيه. واخيرا الحلم اتحقق وجبت المكتبه اللي كان نفسي فيها. فانا هاخدكم معايا وانا بنظم الدنيا وانا بشوف الكتب هتتقسم ازاي. انا قبل كده كنت بقسمها color coded، كل لون مع بعضه، كان شكلها حلو قوي. وما زلت في جزء فيا بيفكر ان انا اخليها color coded تاني المره دي، بس في جزء تاني بيفكر في ان انا اقسمها بالجونرا، بس انا عارفه ان دي هتتعبني قوي وانا بدور على الكتب بعد كده. فيلا نقعد مع بعض ونشوف هنحاول نقسم الدنيا ازاي. ودي كانت المكتبة. صباح الخير، ازيكم؟ انا غالبا هقعد توتال اسبوعين اقصى حاجه لحد ما ارجع في كلامي واقرر ان انا عايزه اعملها كلر كودد زي زمان، ومش عايزه ثيم الكبار اللي انا عاملاه ده. لو فكرت اعمل لها ابديت بشكل تاني غالبا هفلوج ده برضو، بس مجملا كده يعتبر الاوتلاين بتاعها تقريبا كله خلص. انا جبت كفر للكندل، طلبته من على شي ان وكنت جاي اعمل له انبوكسنج معاكم، وطلبت كمان ستيكر بيقول ديرست جنتل ريدر لبريدجرتون. انا كانت مشكلتي الازليه وانا بره اني لما باخد الكندل معايا بحطه في الشنطه عادي، مش بيبقى ليه كفر او كيس او اي حاجه، فبحس ان الشاشه بتتخربش جامد. واخر كام مره نزلت بيه لقيت فيه علامه مش راضيه تطلع خالص، فحسيت بالذنب واتضايقت وبطلت اخرج بيه. فبقى قليل قوي لما بعرف اقرا بره لان انا مش عارفه اخده معايا. فطلبت الكيس دي، هي سودا ما فيهاش اي حاجه، وفي البادنج ده جوه. المفروض ان انا طالباها للكندل بيبر وايت 11th جنريشن، بس انا مش متاكده هتبقى مظبوطه ولا لا، فهنتاكد مع بعض. هنا هتكراك ولا مش هتكراك؟ بتكراك. بيرفكت فيت. شكلها حلو قوي. الكفر مش ماجنيتايزد زي ما كنت متخيله، بس اللي عاجبني قوي ان انا اول ما بفتح بيفتح على طول. كنت بشوفها في الفلوجز قبل كده بس ما كنتش متخيله هي بتشتغل ازاي، ولحد دلوقتي مش فاهمه الساينس ورا الموضوع شغال ازاي. الستيكر ده بقى هفكه والزقه. انا مش متاكده عايزه الزقه من قدام ولا من ورا بصراحه، بس غالبا هلزقه من قدام، غالبا هيبقى من قدام. ايوه ليه سمار. المفروض ان انا بطلعه والزقه على طول، والحاجات دي بتستريس مي اوت قوي. دن. شكله حلو قوي. بس فاخيرا هعرف انزل بالكندل بتاعي. مبسوطه ان انتوا كنتوا معايا في الرحله دي، ويا رب نبقى مع بعض في رحلات تانية اكتر، واشوفكم الفيديو الجاي.